السلام عليكم، معاكم مطبخ اسماعيل. وحشتونا. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمله راس الضاني زي ما انتم شايفين اهي. تمام، بس انا طبعا بعتها البيت، فالمدام قامت بالواجب يعني، عايزه تقطعها. فهي المفروض ما تقطعش، المفروض تتقسم اتنين زي كده مثلا. هي قطعتها فانا لميتها اهي. فانا ان شاء الله نعملها النهارده. الاول هاخدها دلوقتي احطها في النار على الميه، تاخد سلقه كده ان شاء الله تستوي، واحضر لها البطاطس والصينيه اللي هنعملوها هي ان شاء الله اهي. هي قطعتها بقى. تمام. معلش انا ما اعرفش ان هي هنسيبوها على بتتقطع النار والله ولا ما وابدا اعرف. اجهز البطاطس والبصل والطماطم واوريكم ان شاء الله نعملوها ازاي. ده يلا انا كنت بينا. هقطع اكتر من كده، ده لحقني. بصوا يا جماعه، انا جهزت الحاجه اهي، بطاطس وطماطم وبصل. وهنقول بسم الله ونتوكل على الله. هنقطعوهم اهو. زي ما انتم شايفين اهي، كبيره قوي اسمها اتنين. ناخدها كده اهو. الشيف شربيني. الشيف شربيني بيقطع. تمام كده البطاطس اهي. هناخد البطاطس. بس يا جماعه انا بحب اعمل كل حاجه كده تمام، واديها البهارات بتاعتها واقلبها بايديا. بلاش المعالق دي اللي انتوا بتقلبوا بيها. البصل اهو. لا، عايز تعملوا حلقات تعملوا بأي طريقة، أهم حاجة البصل بس فيها. بس تخنوا البصل شوية. هي الراس كده عليها 3 بصلات بقى مثلا. معلش واسمعيني اللي متولي موضوع الراس ده عشان انا مش عارفه فيه. اه انا دخلت اعمله وبوظت الدنيا، قطعتها. كده برضه البصل جاهز معايا. تمام. والبطاطس. خش على الطماطم الطماطم. اللي عايزة تعملها حلقات شماتم تعملها. شماتم شماتم. نقطعوهم ونجهزوهم. عايز تعملها حلقات ماشي، زي ما تطلع معاك الطماطم. وبعدين أحسن حاجة للصينية ديت أو الخضار بالذات، عايز نحط البهارات. حط البهارات على الخضار، على اللي هي مثلا الفلفل، الطماطم والبطاطس، وقلبه بايدك او تقلبيه بايدك احسن. بصراحه يا جماعه احلى حد بيعمل صينيه بطاطس اسماعيل، حلوه قوي. اسمع التمثيل، هو شويه خف شويه عني. لا اه والله والله اسمع بتعملها حلو. التمثيل.
طب خدي والله بالك بتعملها بس. حلوه قوي. خدي بالك بس. وانا بهزر، طب والله بتكلم جد. ماشي. بصوا يا جماعه، انا عامل طماطم بزياده لسبب واحد. طب ما تجيب طبق وتحط فيه احلى من لا لا، الصينيه. سيبيها بس، سيبيها عشان اتوكل على الله. انا اقلبها هنا اهي البطاطس. اهي تمام. اخد الطماطم اهي زي ما هي اهي، مش هاخد الكميه كلها انا. تمام، عشان في كميه. زي ما انتم شايفين كده. تمام. البصل، حاولوا نبقى البصل كده ايه، هفرعه من بعض. خد القطاعه معاك. زي ما انتم شايفين اهي. تمام. كل ما كتر انا سايب بقى ايه، بصل والطماطم دي عشان احطها من على اللسان كده. اول ما اللي بحاول اقلبها بعد ما انا قطعتها وبظبطها بعد ما تستوي. تمام. اخد الملح اهو. تمام. دي البهارات، فلفل اسمر، بابريكا، كمون، الموجود انا موجود عندي ده. بعد اذنكم كده، بعد اذنكم كده انا بشبعها كلها اهي. كده انا شبعتها كلها. تمام كده. هجيب الصينيه الاوسع شويه اللي هي بعد ما تطلع الراس ان شاء الله وتستوى نحطوها فيها. نقطتين زيت كده، هنا شويه زيت برضو. زيت بالسمنه، ما عنديش سمنه الصراحه. اهي اهي. انا عايز اسال العيال هياكلوا منها ولا لا. هم ما بيحبوهاش عامه، فما يعرفوش قيمتها. مفيش فلفل اخضر صح؟ ما في جزء بياكل وجزء لا. مفيش فلفل اخضر عندي. لا في فلفل فين؟ اخضر. التلاجة. بصوا يا جماعه، انا هحط عليها الفلفل كمان اهو زي ما هي اهي. تمام. انا زودتها. تمام كده. اسمي الله كده. ادي الصينيه، اقلبها فين؟ في الصينيه دي كده. بايديا كده بالراحه. البطاطس مع الفلفل، زود الفلفل برضو اهو اهي، مع البصل. دي كلها البهارات وكل حاجه فيها. تمام كده. دي انا محضرها اهي قدامكم عشان تطلع الراس ان شاء الله باذن الله. احطها عليها وادخلها الفرن تستوي براحتها. تمام. طبعا انت هتسالني سؤال، ممكن تزودي ايه شويه شوربه منها مثلا زي المرقه بتاعتها كده. هتحطي مرقه مرقه ايه هي؟ دجاج. لا فوري، اللي هي من ساعه ما استعملنا واحنا تعبانين. تمام كده زي ما احنا شايفينها اهي. انا حضرتها اهي، واول ما تطلع الطبقه احطها عليها وتستوى
نرجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، اهي بعد ما استوت اهي. تمام، هنعمله كده هي اهي. كده اتسلقت. ايوه انا بكسرها اهي. تمام، الحته التانيه اهي. حاولوا بقى ايه نجمعوها يعني. اعمل لها عمليه. اهي برضه اللي من الداخل ده. التانية دي هنا اهي. بصوا يا جماعة بعد ما استوت هي اهي. جميلة. طبعا استنى احنا كمان. حطينا لها واحدة مرقة دجاج. مش محتاجة والله. حطينا لها برضو بتديها طعم حلو. بصوا يا جماعة، وهتحط لها حوالي كوباية ثواني بقى، بكوباية ثواني، الشاي كده. ثواني ثواني. فين؟ ايه عايز ايه؟ البصل اهو اللي انا قلت لكم عليه. تمام، قلت له برضو ايه البهارات بتاعته. هاخد كده اهي كده اهو زي ما تيجي معاكم بقى. احشي بيه كده اهو. خلي طعمه في حتة تانية يعني الصراحة زي ما بيقولوا الأيام دي. أهي 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 أهي. اللسان حوالين اللسان كده بصل وطماطم أهي. أهي هي بتنقلها في حتة جميلة أوي يعني. قبل ما انسى دول يا دوبك شوية ايه مرقة. تمام، علشان ايه هتقعد شوية في الفرن يعني ممكن نص ساعة كده حاجة زي كده يعني. مش هنعمل زي التلفزيونات نقول ساعة الا ربع على لما 180 لا، اول ما و30. البطاطس تستوى. تمام كده. هي مستوية بس اول ما البطاطس تستوى نطلعوها. اخد انا شوية اهو اعمل لها شوية ايه صوصات مع الطماطم. بس خلاص حاجة يلا. بسيطة كده يلا بس. بينا. تمام، اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. تمام كده، البصل والطماطم اللي على الوش دوت. وهي لما تخش في السوا ان شاء الله اوريها لكم ان شاء الله بقى في الحلقة. بعد ما طلعت. بصوا يا جماعة بعد ما طلعت اهي. تمام، زي ما انتوا شايفين. ريحتها حلوة قوي. بصوا بقى والبطاطس زبدة. صح. وتفضلوا معانا. شكلها حلو، ريحتها حلوة قوي، ريحتها احلى. كتير. ريحتها حلوة خالص. الله ينور بصراحة. شايف البطاطس شكلها عامل ازاي تحتيها؟ جميلة على قوي. فكرة لحمة راس الضاني دي جميلة جدا. المتعود بقى هي عليها لسه طالعة حسب بقى البخار، ايه البخار لسه وحاجة هو بسيطة قدامكم. كده واخد بالك. زي ما انتوا شكلها شايفين. حلو بجد. يلا. ريحتها احلى من شكلها. يلا اتفضلوا معانا. يلا باي.